دي لعبه استنتاج غير اي لعبه لعبتوها قبل كده. اللعبه بتتلعب بشخصين، واحد بيقعد الناحيه دي بيعمل اللغز والتاني بيحاول يحلها من الناحيه التانيه. الشخص اللي قاعد الناحيه دي بيختار 4 قطع من دول هو عايزهم، وبيحطهم في ال4 فتحات اللي تحت هنا بالطريقه برضو اللي هو عايزها، وبيحط ال4 قطع تحت البتاع الخشب دي عشان الشخص اللي قاعد الناحيه التانيه ما يشوفش هو عمل ايه. الفكره بقى ان انا قاعد الناحيه التانيه وعندي 10 محاولات عشان اعرف بالظبط اجيب التشكيله دي بالالوان الصح، وبعد كل محاوله بعملها الشخص اللي قصادي الناحيه التانيه بيقول لي اذا انا قريب او بعيد باستخدام الابيض والاسود. الابيض يعني انا عندي لون من دول صح بس في الحفره الغلط، والاسود معناته ان انا عندي اللون الصح في الحفره الصح. يعني بعد المحاوله دي مثلا اللي عمل اللغز هيلاقي ان انا عندي لونين صح بس في الحفر الغلط، فهيديني 2 من الابيض يحطهم لي هنا بالشكل ده. الهدف بقى ان انا باستخدام البتوع دول استنتج المكان الصح لكل الالوان فين لحد ما اوصل قبل ما ال10 محاولات تخلص. لايك الفيديو واعملوا فولو لو حابين تشوفوا العاب تانية من النوع ده.